تفاصيل وفاة الداعية محمد المكرمي أثناء استعداده لصلاة الفجر في مكة المكرمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. فقدت الساحة الدعوية اليوم أحد أبرز وجوهها البارزة، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى الداعية المعروف محمد المكرمي في ساعة الفجر بينما كان يتجهز لأداء الصلاة في أقدس البقاع. وقد نأى عدد من الشخصيات الدينية والإعلامية الفقيد مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للأمة الإسلامية. وكان الشيخ المكرمي معروفا بخطاباته المؤثرة وأسلوبه المتميز في مخاطبة العقول والقلوب. وأشارت المصادر إلى أن الراحل وفاته المنية فجر اليوم في مكة المكرمة، حيث كان يقيم لأداء مناسك العمرة. وقد عرف عن الشيخ حرصه الدائم على توجيه الناس وإصلاح الذات بينهم بمنهج حكيمي ووسطي. ولم تذكر الأنباء تفاصيل عن سبب الوفاة بالضبط، إلا أن العديد من المتابعين أكدوا أن خاتمته كانت حسنة، حيث توفي وهو في عبادة وطاعة. وقد نعاه تلاميذه ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم العميق لفراقه. يذكر أن الشيخ المكرمي كان مهندسا تحول إلى الدعوة، واشتهر بمحاضراته القيمة التي تناولت قضايا الإيمان والسلام الداخلي وترميم النفوس. وكان له حضور بارز في اليمن، حيث عرف بزاويته الدعوية في منطقة الشمياتين بمحافظة تعز. وقد ترك الراحل وراءه إرثا دعويا كبيرا من المحاضرات والخطب التي لا تزال متاحة على المنصات الإلكترونية. وتوالت التعازي من مختلف الشخصيات العامة التي أشادت بجهوده في خدمة الدين ونشر الوعي بين الناس. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، اللهم أمين يا رب. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع